اتسألت سؤال: انتي حياتك اختلفت بعد سن ال50، وبتقولي ان في حاجات اتغيرت كتير، فممكن تفيدينا انتي غيرتي ايه في حياتك؟ هقولها لكم ازاي. هنبتدي بقى من الاول خالص. من وانا عندي 49 سنة كده، انا كان الكاركتر بتاعي عامل ازاي ودنيتي عاملة ازاي، ودلوقتي انا على اعتاب ال52 والكاركتر بتاعي عمل ازاي والدنيا اختلفت ازاي، وازاي خلال سنتين وشوية حياتي اتشقلبت 180 درجة زي ما بيقولوا. اولا انا اللي ما يعرفنيش فعليا او اللي اتعامل معايا فعليا، انا نوعا ما شخصية خجولة. يعني في عندي حتة كده كسوف شوية، مش باين عليا بس دي حقيقة. من النوع اللي ما بحبش اجرح حد، ما بحبش اضايق حد. وفي نفس الوقت ما عنديش اللون الرمادي، عندي يا ابيض يا اسود، انما اللون اللي في النص ده الرمادي ما كانش موجود عندي خالص. نظرتي للامور كانت حادة شوية. كنت عصبية جدا، لما بيبقى في موقف بينرفزني كنت عصبية، وعصبيتي بتبان في ردودي. الكلام ده كله ابتدى معايا الاختلافات من وانا عندي 49 سنة. الفترة دي ابني كان داخل على ثانوية عامة، وانا كنت شغالة في شغل بقالي 14 سنة من عمري، والشغل ده له ما له زي ما بيقولوا، وعليه ما عليه. ولكن بالنسبة لي أنا ما كانش أحسن حاجة. ليه؟ لأن من المعروف يعني في الأوساط العمل المصرية، إن لما بيلاقوا حد كويس ومتميز، بدل ما بيبقى شايل حاجة بيشيلوه 600 ألف حاجة بنفس المرتب اللي هو بياخده. هو شاطر بيعرف ادوله، هو شاطر بيعرف ادوله، هو مش هيقول لأ. فأنا كانت مشكلتي إني ما بعرفش أقول لأ، وعندي خجل إن أنا أطلب حتى لو حقي. كنت ببقى بتحرج ان انا اطلب حقي، والمفروض اللي قدامي شايف انا بعمل ايه، والمفروض انه يقدرني من غير ان انا ما اطلب. مثالية زيادة عن اللزوم، مش متماشية مع الواقع الفعلي بتاع مجتمعنا العربي وخصوصا المصري. فيا سيدي فيا سيدي الفاضل، انا قلت زي ما قلت عندي 49 سنة، قعدت مع نفسي كده ومسكت ورقة وقلم وقعدت بقى اكتب انا خلال 26 سنة عمل وخروج للحياة عملت ايه، وانا فين دلوقتي، ومفروض اعمل ايه. وزي ما قلت كانت ازمة بالنسبة لي موضوع الشغل، لان كان جاي على بيتي وعلى حياتي الشخصية. ما كنتش عارفة أعمل توازن، لأن كان عدد الساعات الشغل بتاعتي كانت بتوصل ل 12 ساعة في اليوم، وبسافر وبروح وباجي، فكان صعب جدا إن أنا أقدر أوفق ما بين الاتنين. وابني كان في سنة دراسية فاصلة في حياته وكان محتاجني، بلس طبعا بيتي وأهلي وناسي كانوا محتاجيني، فما كانش ينفع إن أنا أستمر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، بلس بقى نفسي، بلس أنا. فلما زي ما قلت لك قعدت بورقه وقلم بقى وقاعده بكتب وكذا كذا كذا كذا، لقيت ان حاجه من الحاجات الاساسيه بالنسبه لي ان انا ما بعرفش اقول لا، ما بعرفش اقول ستوب، ما بعرفش اقول كفايه، that's enough. فكان لازم يبقى عندي المقدره ان انا اقدر ان انا اتحكم في نفسي، واقدر ان انا اوصل للي انا عايزاه بدون عصبيه وبدون نرفزه وبدون زعيق. فعملت ايه بقى؟ اخدت كورسات سيلف مانجمنت وسيلف كنترول، استفدت منها كتير جدا. واتعلمت منها ان مش من الغلط انك انت تقول لا، بالعكس دي احيان كتير جدا بتبقى احسن وافضل ليك وللاخرين. كمان اخدت
كمان اخدت دبلومة وكورسات لايف كوتشنج، وحضرت سيشنز كتيرة. وانا حاليا بدي سيشنز في المواضيع دي مش دعاية، مش بتكلم على دعاية، بس تخيل ان انت واحد من ان هو بياخد عشان يتعلم لانه بيعلم. لقيت نفسي في الحتة دي لان انا كان عندي دروب في الحتة دي. المهم فاتعلمت اقول لا. واول حاجة قلت فيها لا، الحاجة اللي قعدت فيها 14 سنة وحاسة ان انا مفيش تقدير معنوي، واخدين بالكم، معنوي قبل ما يكون في تقدير مادي. فكان الفيصل بعد 14 سنة ان انا قلت كفاية، وقلت لا، وفضلت ابني وبيتي ونفسي عن اللي انا بعمله ده. سبحان الله، يعني انا كنت مخططة للخطوة ان انا كفاية ولا، وهعمل كارير شيفت. هروح فين؟ هعمل ايه؟ هسوي ايه؟ ما حسبتهاش كده. حسبتها ان انا بشتري نفسي، ان انا نفسي الاول، وبعد كده اي حاجة تانية. ولان انا دايما عندي يقين بالله سبحانه وتعالى، بس يعني مش عايزة حد يرجع يقول لي روحي اعملي وانتي بتتكلمي في الدين وانتي والله العظيم يعني مش عارفة اقول لكم ايه. علاقة الشخص والفرد برب العالمين دي علاقة تخصه هو، والحوار اللي بيبقى بينك وبين ربك دي بتاعتك انت، مش بتاعت الناس، لا بشكل ولا بمظهر ولا بأي حاجة. انت علاقتك بربك دي خاصة بيك انت لوحدك، مش بحد تاني. فأنا زي ما ارجع وأقول لك تاني، أنا عندي يقين في رب العباد دايما إن هو بيعمل الصالح والوقت المناسب، ان ربنا بيعمل لي دايما الصالح. وزي ما قلت ويقيني فيه. وانا مديه النوتس ان انا ماشيه من الشغل، انا عملت نوتس قبليها بحوالي نقول 5-6 شهور، وما كانوش مصدقيني ان انا ماشيه. ومشيت، وبعد ما مشيت بما فيش كان في دماغي مجال معين هشتغل فيه. سبحان الله، قبل ما امشي انا كنت شغاله في حته تانية. قبل ما امشي بكام يوم، انتوا متخيلين بكام يوم؟ بس يعني بأقل من اسبوع انا كانت دنيتي متظبطه، بس مش ترتيب وتظبيطي انا، ترتيب وتظبيط رب العالمين. فده كان الدرس الاول بالنسبه لي، اني اتعلم اقول لا في الوقت المناسب، ويقيني برب العالمين اولا هو اللي بيسهل الباقي. واتعلمت انك انت لما تعزم على امر ما وخلاص واخد القرار فيه، بتبقى النية واليقين بالله سبحانه وتعالى، وانك انت رامي الامور على الله سبحانه وتعالى، والسعي. الثلاثة دول مع بعض كومبينيشن بينجح اي حد واي حاجة. وهو ده اساس الانسان، ان هو يفكر ويحاول ان هو يختار، وبعد ذلك يرمي اموره على الله، يختار له الافضل لو كان ده فيه الافضل، ويسعى بقى لتنفيذ اللي هو حاول ان هو يفكر له ده ويسعى له. تمام كده؟ دي اول حاجة اتعلمت ان انا اقول لا. اتعلمت ان انا اقول لا دي وصلتني بعد لما طلعت من الشغل ده، ان كان في ناس في ناس توكسيك بيبل كده. الناس يعني ايه، مش بتدي طاقة سلبية، وناس مؤذية، وناس بألف وش، وناس اي شغل هتلاقي فيه كده. بس انا مش مضطرة ان انا اتعامل مع حاجة بتضايقني. اتعلمت انا مش مضطرة، إيه اللي يجبرني؟ مفيش حاجة تجبرني ان انا اجي على نفسي علشان حاجة او حد. كل حاجة في الدنيا ليها بدائل، ربنا مدينا اوبشنز كتيرة قوي. ما تجيش على نفسك علشان حاجة ملهاش لازمة. ف بلوك 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 زي ما احنا عارفين الجميلة بتاعتنا لما بتقول في الفيديو بلوك 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 بلوك. طلعت من حياتي، عملت غربلة لحياتي
عملت غربلة في حياتي كده زي ما قلت لكم كده. يعني قلت انا عايزه مين يبقى في حياتي الفتره اللي جايه، انا مين يستحق ان انا اتكلم معاه، مين يستحق ان انا اخد رايه، مين يستحق ان انا يبقى حواليا، يبقى معايا نفسيا، ويبقى في محيط حياتي. غير ذلك ما لهمش قيمة عندي. أنا بتكلم عن الناس اللي في دايرة حياة الواحد، اللي جوه بيته، اللي جوه قلبه، اللي جوه عقله، اللي بتدخل الناس في حياتك ازاي. ففي ناس طلعت بره حياتي تماما، بدون نقاش وبدون كلام وبدون اي حاجة. خلاص العلاقات اتقفلت، مش عايزة، ما خلاص اتعلمت ان الناس اللي بتريحني وبستريح معاها، خلاص هي دي اللي هقضي معاها الفترة اللي باقية من حياتي، المرحلة العمرية اللي جاية. مش مستاهلة حوارات، مش مستاهلة كلام ملوش. واتعلمت ان انا افضل اتعلم، افضل اسيرش على الحاجات المفيدة ليا، احسن من الكاركتر بتاعي ازاي، احسن من ثقافتي وعلمي ازاي، احسن من فكري ازاي، اطور من نفسي في ايه. انا غيرت المجال اللي غيرت ليه انا كنت شغاله فيه من زمان ورجعت له تاني، ولكن محتاجه ابجريد لنفسي عشان ما بقاش اقل من الناس اللي انا معاهم. اتعلمت ان انا اشاهد واراقب اكثر مما اتكلم. اشوف اللي بيحصل حواليا علشان احلل المواقف واقدر اتعامل ازاي. دي حاجه من الحاجات اللي هي نمبر 3 اللي اتعلمتها، ان انا زي ما بيلعبوا في الكوتشينه كده، ما ترميش كل ورقك على الترابيزه. برضه علشان الناس اللي هتقول دي بتلعب كوتشينه ولا بتلعب حاجات وحشه بالكوتشينه، انا ماليش في الكوتشينه اصلا، انا اسمع ذلك يعني. تمام، علشان بس ايه، انا فاهمه دماغ الناس اللي هي ايه، دايما بتسيب المجمل وتتكلم على الجزء او فتفوته من الموضوع، ان كانت بقى تستحق او ما تستحقش، ما علينا. ف ما تتكلمش كتير، شاهد وراقب وتصرف على هذا الاساس. اتعلمت ان انا استمتع بحياتي. زي ما قلت لك، انا كنت عامله الفيديو اللي انا هرد عليه، كانت حياتي ابيض واسود، كانش ليها طعم، ما كانش ليها لون. اتعلمت ان انا اخد الامور برويه كده وهدوء وبالراحه. لما اقعد عشان اشرب قهوتي بتاعت الصبح، اقعدها مع الميوزك بتاعتي وروقان، استمتع بالقهوه. لما امسك كتاب اقراه، استمتع بالقرايه بتاعته. لما اخرج مع صحابي، او الناس اللي انا بحبها او معارف اللي انا بستريح معاهم، استمتع بالخروجه واتكلم واقعد كده باريحيه كده وهدوء وصفاء. اتعلمت ان انا مجيش على الاء علشان خاطر اي حد. الاء ربنا خلقها وكرمها وفضلها على مخلوقات تانية، لأنه كرم الإنسان وفضله عن بقية مخلوقاته. فمش معقولة ربنا بيحبني ويكرمني وأنا أذل نفسي وأزعلها. هتحاسب على الكلام ده، هتحاسب على نفسي أولا قبل ما أتحاسب على تصرفاتي وأدائي نحو الآخرين. فلازم أدي لنفسي حقها. اتعلمت ان دوام الحال من المحال. يعني الطفرة اللي انا عملتها في حياتي وشغلي نقلتني من مرحلة لمرحلة. ماديا مش احسن حاجة، بس اتعلمت ان الفلوس مش هي كل حاجة. الفلوس دي وسيلة. طبعا هيتقال لي الكلام في مش قد كده وفي الهجايز وبتاع سوري في اللفظ اللي انا قلته ده، بس هي دي الحقيقة. الفلوس مش كل حاجة. الفلوس تجيب لك بي ام، تجيب لك مرسيدس، تجيب لك ساعة رولكس، تجيب لها الماس، تجيب لها كذا، بيوت، شقق، فيلا، السفر، كذا 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 كذا. بس الاستمتاع والراحة والأريحية ده بيجي من روقان البال، وإن الواحد بيفضل نفسه عن حاجات تانية، عن ما تشتريش الفلوس وتنسى نفسك. هو ده هدفي. وهقول لكم
لكم كمان ان زي ما قلت دوام الحال من المحال، فانت يوم بتطلع ويوم بتنزل. في مقولة بتقولك ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. عمره ما بيفضل طاير على طول، بيقع، بينزل على الأرض، وبيجي وبيطلع وبينزل وهكذا، وهي دي سنة الحياة. فلما تقع، الشطارة ان انت تعرف تقوم تاني، ان انت تحاول تاني. اتعلمت المثابرة والمحاولة، ان الفترة الخمسينية دي فترة ان انت تثابر وتحاول فيما يرضي نفسك، فيما يسعدك، فيما تطمح إليه وليس الآخرين. انت اديت. انا من وجهة نظري الواحد طول عمره بيدي لأهل بيته، بيدي للشغل، بيدي لكذا، بيدي لكذا، بيدي لكذا. لما مسكت الورقة والقلم وحسبتها كده، انا اديت لنفسي ايه؟ مش كتير، قليل. اقل حد اديته، فلا اقل حد اديله نفسي ازاي؟ امال انا ايه؟ انا فين؟ فبقيت ادي نفسي، بقيت اعلم نفسي حاجات جديده واخد كورسات جديده، بقيت اتعلم لغات جديده، بقيت ادخل مجالات جديده، بقيت الحاجه اللي انا كنت بحبها وتشز انا بعملها معاكم دلوقتي وبتكلم معاكم، بتعملها. ده مجال تخرجي وجزء من تخصصي. ما بعملوش. طب ما اعملوش ليه؟ ليه؟ عشان لا، ليه لا، ليه؟ الاحتمالات كلها مفتوحه وربنا فاتحها لك. اختار اللي يسعدك، اختار اللي يبسطك. تعلمت ان انا لما بحب نفسي هعرف احب الاخرين. انما لو انت غضبان وزعلان ومتضايق طول الوقت، لا هتعرف تحب نفسك، ولا حد هيحبك، ولا هتعرف تدي، ولا هتعرف حتى تاخد. علمت ان مع المثابرة والمحاولة، ايا كان حلمك وايا كان اللي انت عايزه، مفيش حاجة اسمها مستحيل. لا تقول لي 50 ولا تقول لي 60 ولا تقول لي 40 ولا تقول لي 30 ولا تقول لي 70. اللي عايز بيحاول يوصل لحاجة وعنده يقين في الله، والله لو ايه هيوصل لها، طالما ان هو عنده يقين في الله وربنا بيسبب الاسباب. يعني انا مش هقدر اطول اكتر من كده عشان الناس ما تزهقش مني وانت تزهق مني. فمع الوقت ومع ان انت تتابع فيديوهاتي هتعرف انا اتعلمت ايه وايه وايه، والمرحله دي غيرت فيا ايه، وانا كنت ايه وبقيت ايه، وانا اقدر افيدكم في ايه وانتوا تفيدوني في ايه، واتعلم منكم ونتعلم من بعض. الحقيقه مشاركه، نخفف عن بعض، نساعد بعض، نعلم بعض. وشكرا.